والله بيفكر ينزح اول دون الطاوله بيطلقها، اللي بينزح ذاته يدري، اللي بينزح ذاته عندنا في راي. طيب يا جماعه، كلنا شاهدنا مقطع متداول للهمباتي كيغل وهو يهدد فيه الشعب السوداني، يقول يا اخي انه اي نازح جا طالع من المدينه طلقه في راسه. هو قاصد بهذا المقطع والتهديد مواطنين مدينه اللبيد وكادقلي والدلنج، فانه المدن دي طبعا هم خاطين المواطنين دي دروع بشريه، وخايفين المواطنين دي انه يبتعدوا من اماكن تواجد الحركه الاسلاميه، وهم طبعا عاملين الحاميات والفرق دي كلها انه داخل احياء المواطنين. من حق اي مواطن انه يبتعد، او من حق اي مواطن انه يا اخي ينزح يمشي الى مكان ما فيه نزاع. فشايفين انه الهمباتي كيغل انه مهدد في مواطنين تلك المدن، ويقول يا اخي اي زول جا طالع انه طلقه في راسه. طيب انت يا همباتي يا كيغل ناسي انه جيشك ده هو اكبر نازح في دول الجوار؟ انت مالك ما اديت طلقه في راس اي جندي كان طلع من السودان ومشى دول الجوار، خاصه جنوب السودان وتشاد افريقيا الوسطى. حتى عندكم برضه جيش من المثلث هرب مشى مصر، يعني برضه نازحين. وفي جنوب السودان دول برضه الاخيرين دول ناس اقليم دول برضه نازحين. انت مالك ما اديت طلقه ومالك ما تكلمت فوقهم، وانت ناسي يا كيغل انه البرهان ده اكبر نازح، وانت ناسي انه شرذمه بورسودان دي برضه هم اكبر نازحين. مالك ما اديت طلقه في راسيه واحد فوقهم. وانت ناسي يا كيغل الجزيره بتاعتك دي قائد الفرقه كويس الاولى دي هو نازح الان في قطر، الان هو نازح في قطر وقاعد يشاهد في مباريات كاس العرب. انت يا كيغل ناسي انه يا اخي حاكم اقليم دارفور السابق اللي هو من ناوي ده هو اكبر نازح. انت افترض تديه طلقه في راسه، وانت افترض تدي طلقه في راس اي زول نازح كان من الخرطوم مشي بورسودان، ده كلهم نازحين. انت ليه بس انه فلحتك في الشعب السوداني؟ وانت يا كيغل يا همباتي زمان بتهدد في الدعم السريع وفي تحالف تاسيس، الان رجعت الى تهديد الشعب السوداني المسكين. انت فرحتك يعني الا في الشعب السوداني ده يا كيغل؟ وانت منو اصلا كيغل؟ انت منو اصلا؟ انت منو اصلا لحد تهدد الشعب السوداني؟ يا اخي انتوا عجزتوا عن مواجهه الدعم السريع ولجأتوا الى الشعب السوداني المسكين. فانت يا كيغل ما فطرتها، وانت اصلا وانت وجيشك كلكم نازحين. يعني انت كيغل نزحت من كاسجيل، انت كيغل نزحت برضه من مسياره نزحتها، كلكم نازحين. انت كيغل زادك كنت في كردفان ونزحتها، كلكم نازحين. فما تهددوا الشعب السوداني. انتوا عاملين الفرق دي كلها داخل الاحياء بتاعت الشعب السوداني. اي فرقه تلقاها جوا الحي بتاع الشعب السوداني، تلقى اي قاعده عسكريه تلقاها جوا الحي بتاع الشعب السوداني. انتوا اصلا قاتلين الشعب السوداني ده روح بشريه، وانت عارف انه الشعب السوداني ده يكون بقى منك ما فيه وطلع منك انت، يعني انه انت الدعم السريع ده هيجي ساعات بس، اقل من ساعه ولا ممكن نص ساعه ممكن شنو يتفوق فيك او ينتصر عليك يعني. فانت من غير الشعب السوداني ما عندكم حاجه. وانتوا عارفين انه الامير ده محمد حمدان ده كله ده المواطن له خط احمر، عشان كده انه تخلوا الشعب السوداني يكون قريب من الفرقه العسكريه وبتنمعوا. الحاجه دي عملتوها في الفاشر كويس. برضو انه في بابانوسا انه زي كان الشعب السوداني بعيد من الفرقه، انه يعني الناس ما قضوا معاكم ولا اسبوع اتفوقوا عليكم وانتصروا عليكم. ايضا هجلي ما فيها مواطنين بكثافه كبيره، برضو جاوا انتصروا عليكم ساعات بس. فانتوا اكبر نازحين يا كيغل، انتوا اكبر نازحين يا كيغل.